السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده رجعنا لكم في درس ال11 من دروس الارشيكاد، وهنتكلم مع بعض على أداة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أداة الزوم. طبعا في عندي كذا أداة احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، أدوات مهمة جدا جدا زي ما اتكلمنا عليها في الأجزاء السابقة. في برضه عندي أدوات مهمة جدا جدا هتكون موجودة معانا برضه في الديزاين، وأدوات في منتهى الأهمية هتكون معانا في التصميم بتاعنا. لو ضغطت على الكلمة المكتوبة هنا اللي هي زوم، ضغطت كنترول تي من الكيبورد. طبعا الزون هنا بيحدد ايه يا جماعه؟ الزون هنا بيحدد اسم الفراغ ده، بيحدد مساحه الفراغ، بيحدد بعض البارامترز الموجوده معانا. لو ضغطت على زوم بعد كده ضغطت على كنترول تي من الكيبورد، هبدا بعد كده اخش على البيانات الخاصه بالفراغ. هنا بيقول لي النيم اند بوزيشننج، طبعا دي الكاتيجوري. لو انت عاوز طبعا تعمل كاتيجوري معينه، زي مثلا لو انت عاوز تحط مثلا زون او اسم الستورج، السيلز، education، culture، medical treatment، other usage، technical equipment، communication access، resident and recreation office. اوكي، عندي برضه هنا النيم المسمى اللي انت عايز تسميه للزون. ممكن طبعا تختار كذا اسم، ممكن مثلا تختار كلمة اوفيس على سبيل المثال، كلمة اوفيس. ممكن تختار كلمة بيدروم على سبيل المثال. ده كده الاسم بتاع الزون. النمبر بتاعه او الرقم بتاعه طبعا هنا طبعا موجود هنا كذا يعني كذا اسم ممكن تختار منهم. في هنا كيتشن، في هنا الشاور، في هنا الباثروم. هنا الرقم او النمبر. بعد كده بيقول لك هنا التوب رينك والهوم ستوري. الهوم ستوري ده يعني ايه؟ الهوم ستوري يعني هيكون موجود فين الزون. انا دلوقتي واقف في الجراوند فهيكون موجود في الجراوند. طب التوب بتاعي هو ايه؟ هو الواحد. انا طبعا ممكن ارفع الستوري بتاعتي تبقى فوق اللاير او تبقى تحت اللاير. خلاص، هي دلوقتي هي تحت اللاير ماينس 50. خلاص، هنا خلي دي صفر زي ما هي. خلاص، طبعا هنا زي ما معايا هنا ده كده الاستوري هنا ماينس 50 اهي، دي كده ماينس 50. ممكن اخليها ماينس 150، ماينس 150. خلاص، طبعا هنا السب فلور سيكنس، هنا السيكنس بتاع السب فلور. هنا الاداه بتاعت كيفيه انشاء الزون بوليجون. ممكن طبعا ارسم على طول عن طريق الجيومتري ماثود مانوال، او ممكن ادوس على طول على الانير ايدجز، او ممكن على طول اختار الريفرنس لاين بتاعي فيختار الجزئيه بتاعت الريفرنس لاين يمين وشمال. خلاص، عندي بعد كده الفلور بلان، دي شويه اعدادات او شويه سيتنجز مهمه جدا جدا في الزوم. هنا لو عايز ان انا اعمل طبعا سيتنجز، عايز طبعا اختار اللون الخاص بالزون. طبعا كل حاجه ليها رسمتها. هنا دي رسمه بتاعت الزون، وده التهشير بتاع الزون. لو انا عايز اعمل تهشير للزون او عايز اعمل تظبيط للزون، طبعا هنا ممكن اختار اللي هي الجزء الخاص بالمستطيل الجيومتري. نفس الكلام هنا برضو ممكن اختار الجزئيه دي، سواء ممكن ادوس عليها دبل كليك اهي او ايه، او ادوس عليها كليك بحيث ان انا الغيها واشغلها مره ثانيه. لو دوست على كلمه سوليد لاين بختار كذا شكل من اللاينز الموجوده بتاعه الزون. طبعا هنا اللون، هنا طبعا السم، كل الحاجات دي مهمه جدا جدا. خلاص، انا طبعا مش عاوز اي حاجه من الحاجات دي. هنا برضو التهشير، لو عايز اعمل تهشير طبعا في كذا حاجه ممكن تهشر بيها الزون. طبعا التهشير برضو بيبقى حاجه او بيبقى ميزه اضافيه في الميز الموجوده داخل الزون. عندي هنا التريانجلز، عندي هنا الجراس، عندي هنا الكاربت. خلاص، نفس الكلام بالنسبه للون الاول واللون الثاني. تمام، يوز فيل فروم سيرفيس. اوكي، لوك ات ذي يوز فيل فروم سيرفيس. اوكي، انا مش عايز طبعا هنا ولا سوليد ولا كاربت. اخش بعد كده على الزون ستامب. هنا طبعا الزون ستامب لو انا عايز طبعا ان انا ابدا اغير في السمك بتاع الخط، اغير في لون الخط. هنا باللون الازرق عايز اديله درجه. هنا الزون ستامب. بعد كده عندي الستامب تكست ستايل. هنا التكست بتاعي طبعا ده الشكل بتاع الخط اللي احنا بنكتب بيه الزون. هنا الجزء الخاص مكتوب هنا 3 ام او 3 ملم. هنا بولد، هنا ايتاليك، هنا اندرلاين، هنا ستريك ثرو. نفس الكلام برضو هنا. خلاص، عندي بعد كده السيتنجز، دي مهمه جدا جدا عشان خاطر اظبط الجزء الخاص بالزون. عندي السيتنجز هنا اول حاجه دي. بعد كده عندي الكونتنت طبعا ان انا دلوقتي بحط اسم الزون، بحط الميشرد اريا. ممكن كمان اضيف حاجه معاهم. ممكن اختار الزون الزون اي دي. اوكي، الزون اي دي. ممكن اختار الفوليوم بالمتر المكعب. ممكن اختار الفلوينج، مساحه الارضيه شكلها عامل ازاي. هي كده كده اصلا هنا الاريا فبيديني مساحه الارضيه. ممكن هنا الزون نيم اند نمبر.
زون نيم اند نمبر، رقم الزون، الزون اي دي زي ما احنا شايفين معانا بالشكل، يبقى ليه اي دي معين، بحيث بعد كده ان انا لما اجي اعمل بعد كده اختيار الاي دي اختار على طول الزون اي دي. خلاص نخش في الجزء الثاني، الابيرنس، شكل الزون عامل ازاي في ال 2 دي وشكله عامل ازاي في ال 3 دي. التكست اند اوفر واي ستايل، يعني انا دلوقتي ممكن اظبط التكست بتاعي، ممكن اختار الكونتنت اللي هيكتب بيه الزون نيم او الزون نمبر او الميشر اريا، الارقام دي كلها ممكن اظبطها من هنا برضو. عندي بعد كده الكلاسيفيكيشن اند بروبرتيز نفس الكلام. عندي بعد كده المودلز هنا طبعا باللون الازرق، ممكن اختار طبعا اي شكل، او ممكن اختار طبعا اي لون زي ما احنا عايزين مع بعض، باللون الازرق او باللون اي لون احنا طبعا عاوزينه مع بعض. هنا بيقول لك يوز ذا سيرفيس اون اول زون فيسز، ولا اختار بس الزون اللي انا هبدا اشتغل عليه. بعد كده الاريا كالكوليشن او الحساب الاريا بتاعت الكالكوليشن، هنا بيحسب الاريا بتاعتك، مثلا الاريا طول في عرض. وطبعا عندك هنا ريديوس اريا، وعندك بعد كده كالكوليت اريا. كل الكلام ده مهم جدا جدا في الرسومات الخاصه بالزون. طبعا الزون طبعا او بوزيشنج، طبعا هنا طبعا لو عايز اعمل طبعا كذا حاجه ممكن اختار طبعا، يعني طريقه الانشاء برضه ممكن اختارها من هنا على طول مباشره. هنا الزون نيم، هنا رقم، هنا الزون كاتيجوري. خلاص. وهنا طبعا الباتم والليفت اللي احنا قلنا قبل كده، اللي هو الباتم والتوب لو انا عايز اخليها ماينس او عايز اخليها بوزيتيف. خلاص. هدوس على قائمه اوكي عشان اختار الاعداد. كده كده خلاص، كده اخترت الاعداد بتاعتي. خلاص. لا اما ارسم، لا اما ارسم خطوط مستقيمه، لا اما مستطيل، لا اما اختار الزوم مباشره ان يور ايدج. ابدا بعد كده اختار الزوم مباشره اللي انا عاوز اعمل عليه الجزء ده، وليكن مثلا الزون، مثلا الزون، ناخد مثلا الزون مثلا ده، هضغط هنا كليك. هنا بيقول لي يو هاف كليكت اون ان اكزيستنج زون. اوكي. بيقول لي هنا تعمل اوفرلابنج، اقول له نو، يبقى انا كده مش عاوز اعمل زون. ادوس هنا مثلا في مكان فاضي بالشكل ده، بيقول لي نو كلوز بوليجون فاوند ان ذس. اوكي. فانا دلوقتي ممكن اعملها من ايه، من اول خلاص، من اول جديد هبدا اختار الجزء بتاعي او الزون بتاعي اللي هبدا ارسم عليه الزون. وطبعا الزون زي ما انتم طبعا شايفين معايا بالشكل ده، الزون بيترسم بدايه ونهايه، يعني بيبقى عباره عن شكل مستطيل وبيترسم برضه بدايه ونهايه. خلاص. انا كده برسم الزون عادي خالص، الموضوع سهل جدا وبسيط. كده انا قفلت الزون بتاعي، كده انا قفلت اهو الزون. بيجي لي طبعا رسمه شاكوش، هقول له اوكي اضرب لي الزون دي، هي دي البيدروم بتاعتي اللي انا اصلا لسه حاسسها من شويه، او لسه انا عاملها من شويه. هنا مكتوب طبعا هنا المساحه بتاعتي بالمليمتر المسطح، هنا اسم الزون والاي دي بتاعه، هنا الاسم بتاعه، هنا البيدروم. ده كده الزون بتاعي بهذا الشكل. طبعا ده كده زون. طبعا انا طبعا عاوز اغير الزون ده، هدوس عليه بالشكل ده، او بعد كده ادوس على كلمه كنترول تي من الكيبورد. طبعا هنا هو مسموح طبعا بيدروم، انا هسميه انترانس، المدخل. وده الرقم بتاعي اللي هو المدخل بتاعي. هنخش هنا عشان نغير بعض السيتنجز الموجوده عندي في الستايل. هنا الستايل بتاعي ده كده خلاص ماشي. هنا السيتنجز بتاعتي، هقفل دي كده. السيتنجز بتاعتي هنا عندي اول حاجه التكست اند اوفر رايد ديسبلاي باي بيبر، نفس الكلام برضو. هنا هدوس على الابيرنس، الظهور بتاعي. هنا خلاص احنا قلنا الكونتنت بتاعتها، نفس الكلام برضو هنا. اوكي. الكالكوليشنز بالمتر بالمليمتر المسطح، نفس الكلام. الموديل هنا الفلور بلان ستامب او الزون ستامب بتاعتي، الزون بتاعت الستامب اللي هي بالشكل ده كله. التكست ستايل، السيتنجز اتكلمنا عن السيتنجز برضه باستفاضه. اوكي. اتكلمنا عن التكست سيجنال باي سكيل، اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن اند بروبرتيز. لو عايز اعمل ستورنج، appearance الكونتنت، اتكلمنا عن الستامب ديسبلاي الكونتنت. اوكي. appearance نفس الكلام. اوكي. اوكي تمام، كلام جميل قوي. classification and properties. تمام. اوكي مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله ممكن نعملها. اوكي. هنا بيقول لي طبعا بالمليمتر، وعندي هنا كذا، يعني كذا ستايل. طبعا احنا طبعا عملناها قبل كده، بس برضه يعني مفيش مانع ان احنا نعملها مع بعض عشان خاطر الناس اللي كانت بتسال على الحاجه دي قبل كده وكنا عاوزين نعدلها اكتر من مره. هنا اللينس بتاعنا بالمليمتر، هنا مكتوب كلمه الاريا بالسكوير مترز، وعندي هنا الديسيمال واحد. ممكن اوكي، ممكن واحد او ممكن اتنين. خلاص.
هنا برضو مكتوب الديسيمال 2، هنا مكتوب الديسيمال 0، هنا الديسيمال 2 ديسيمال 2، هنا الديسيمال 0 اهي بالمليمتر، ديسيمال 1 نفس الكلام، ديسيمال 1 اهي، ديسيمال 1. كل الكلام ده اصلا بالمليمتر، فانت ممكن اصلا تختاره كمان ديسيمال 1 وتختاره. خلاص. ممكن برضو تعدل من هنا، طبعا هنا طبعا مكتوب طبعا ماينس، هنا برضو ممكن تعدل. عايز برضو اوريكم برضو حاجه مهمه جدا في الزون. لو انت عاوز تبدا تعدل في الزون ده كده الزون خلاص. طبعا في طبعا كذا حاجه ممكن نشتغل عليها في الزون، او ممكن اصلا نعملها في الزون عندك وتبقى اصلا مرسومه كويس عندك في الزون. هندوس على كلمه F3 عشان نخش على ال 3 دي ونشوف الشكل بتاعه عامل ازاي من الداخل، او الزون شكله عامل ازاي من الداخل. هدوس هنا على الجزء الخاص بال 3 دي اكسبلور واخش عندي هنا، هدوس شيفت تمام كده. تعالى نشوف الشكل من فوق عامل ازاي. ده كده شكل المطبخ خلاص. الشكل اللي فوق اوضه النوم، الريسبشن خلاص ماشي، مفيش مشكله خالص. ندوس على فيت ويندو، شيفت F2 اوكي ماشي. طبعا احنا طبعا هنعمل طبعا زون في كل مكان احنا عندنا في الرسمه، سواء احنا رسمناه سكتش او احنا او ضغطنا على الانير ايدج الموجود الداخلي والانير ايدج الخارجي. طبعا كل الكلام ده هيكون طبعا سهل جدا وبسيط. عندي هنا البيد روم، عندي هنا الباث روم، عندي هنا اللاوندري اللي جنب المطبخ، عندي باث روم، وعندي هنا دبليو سي، عندي الكيتشن هنا مساحه الكيتشن 28 متر، عندي هنا البلكونه، وعندي هنا الدايننج روم اوكي، او الدينر روم تي في اوكي. بعد كده عندي الفيرست فلور برضو نفس الكلام، عملنا برضو فيها الزون. ده كده البيد روم 1 وده الباث روم 1، ده كده الكوريدور. عندي هنا بيد روم 2 باث روم 2 بيد روم 3 باث روم 3. بعد كده عندي الروف النهائي خالص اوكي. ممكن طبعا اشغل ال الاندرلاي بتاع الروف وادوس على السهم ده واختار هنا choose reference below current story with a below current story اوكي. هنا البيزمنت او البدروم اللي هو الدور اللي تحت خالص. هنا عندي ده الجراج، طبعا الجراج طبعا واخد عندي المساحه دي كلها، دي كده مساحه الجراج. عندي هنا البوليا روم، طبعا عندي هنا برضو البوليا روم دي احنا طبعا ممكن نخليها مخزن او ممكن نخليها الغرفه بتاعه السائق او بتاعه راحه السائق يعني. خلاص. ده كده كان شرح امر زون، امر سهل جدا وبسيط بيحدد الفراغات اللي احنا بنستخدمها داخل برنامج الارشيكاد. طبعا هو طبعا في طبعا كذا تعديل طبعا ممكن احنا طبعا نستخدمه او ممكن احنا اصلا نعمله داخل برنامج الارشيكاد، هيبقى سهل جدا وبسيط جدا جدا ان شاء الله في الكورس. ده كده الدرس الحادي عشر من الكورس. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط. عايزين يا جماعه نطبق على الكورس، عايزين نطبق الزون على الكامل المشروع، وان شاء الله باذن الله لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار باذن الله يكلمني على الدرس. تمام. اكيد طبعا هنلاقي طبعا في حاجات طبعا احنا طبعا يعني مستخدمينها في الرسومات بتاعتنا، وممكن طبعا الكلام ده يبقى حاجه اصلا ممتازه جدا عندنا في الشغل. يعني مثلا عندي مثلا في الجزء الخاص بالزون، احنا اصلا هو احنا بنعمل الزون ممكن كمان ندوي كده حاجه في الزون، يعني غير المساحه غير الاي دي غير الاسم. تمام. ممكن نغير كمان اللون بتاع الزون ده، بدل ما هو لون يبقى برتقاني يبقى لون معين. يعني مثلا لو عايز اعمل مثلا لون على سبيل المثال، ممكن نعمل مثلا اللون ده مثلا لون مختلف. خلاص. اللون ده مختلف، هنعمله ازاي؟ من قائمه الزون تول، دبل كليك او كنترول تي من البانل بتاعتنا. هنا الجينيريك اختار مثلا ولكن تكنال اكوايبمنت اوكي، وادوس على كلمه اوكي من هنا اهو. هبدا اختار الزون ده كده، هدوس على كلمه انير ايدجز، بعد كده هدوس هنا على السهم ده، هيبدا يعمل لي هنا رمز الشاكوش، هقول له اوكي اعمل لي رمز
الشاكوش. فيعمل لي هنا يا جماعه الجزء ده باللون الازرق ويكتب لي عليه الحاجات دي كلها. عايز ابدا طبعا ابدا اختاره واعدل عليه، او ابدا ان انا اعدل عليه هختاره. بعد كده كنترول سي، اوكي. او ادوس على الزون سيتنجز هنا، هسميها مثلا، ممكن اسميها مثلا ويست على سبيل المثال، واديها مثلا رقم 2. وهدوس هنا طبعا على السيتنجز، هضيف لها هنا الفينش فلو. لا انا مش عايز فينش فلو، اخش على الجزئيه بتاعه اوكي ماشي. طبعا في طبعا كذا يعني كذا برضه سيتنج هنا نزل برضه جديده، تبقى كويسه جدا برضه في الشغل عندنا، زي الفريم ستايل، زي الفيكسد فريم. ممكن برضه نستخدم فريم ستايل معين. ده اللي عايز اعمل يعني عايز اقول مثلا ان في مثلا سهم هنا، لو عايز اعمل بوينت مثلا ممكن نخليها نشوفها. ال 2 دي برزنتيشن هنا الخط ده والخط التاني والخط التالت. اوكي هنا الزون ستامب، الفلور بلاننج. اوكي طبعا ممكن طبعا كل الكلام ده اصلا نغيره ونديله كده لون معين من الالوان الجميله اللي احنا ممكن نشوفها يعني. خلاص، وادوس على كلمه اوكي. يتم تغيير طبعا كل الكلام ده ويتكتب زي ما احنا مكتوب مع بعض هنا الفلور فينش. اوكي طبعا الفلور فينش طبعا عندنا هنا برضو ممكن احنا طبعا حاطين هنا طبعا الفلور فينش او المساحه بتاعتنا، ان احنا المفروض نعمل ادراج للمساحه. فلا اما طبعا نختار الشكل من هنا يعني اي شكل طبعا يكون منها، زي مثلا ستورج مثلا السيلز، فبيجيب لي مثلا حاجات معينه، هو مثلا كاتب مثلا لون معين، هو كاتب مثلا حاجات معينه، بيجيب لي الوان معينه وبيجيب لي اشكال معينه. ممكن نختار بقى كذا لون وكذا شكل، وممكن نعدل عليهم زي ما احنا حابين. اوكي ماشي، السيتنجز اهي. اوكي ده مكتوب هنا الكرنسي او العمله، البرايس باي المتر المسطح. ممكن تكتب هنا العمله مثلا بالجنيه المصري او بالدولار. هنا مساحه المتر المسطح بكام، مساحه المتر المكعب بكام. هنا بيقول لي الفريم بين، هنا خاص البرزنتيشن احنا اتكلمنا عليه. هنا البوينتر اللي احنا عاملينه من شويه، البوينتر اللي احنا اشتغلنا عليه من شويه. هنا التكست اند اوفر رايت ستايل برضه اتكلمنا عليه من شويه. هنا الابيانس، خلاص احنا كده اخترنا الابيانس. التكست اند اوفر رايت ستايل ممكن نختار التكست ونرجع له تاني. ممكن نختار البوينتر، ممكن نختار ال 2 دي برزنتيشن. هنا مكتوب كلاسيفيكيشن اند بروبرتيز. بعد كده كاستم تكست اضافيه. بعد كده هنا لو انا عايز اضيف الميشرد اريا بالمتر المسطح، ميشرد اريا تايتل بالمتر المسطح. اوكي ايه تاني ممكن نضيف هنا مكتوب طبعا الفينش فلور، ممكن نضيف برضو الويل فينش، ممكن نضيف السيلينج فينش. كل الكلام ده بيتكتب هنا في التايتل وبيتم اختياره من الحاجات دي كلها على انه فينش بحاجه معينه يعني. خلاص الزون ايدنتيفيكيشن، يعني انا عايز اضيف ايه في الزون. هنا الكاتيجوري كود، هنا الاي دي لو انا عايز اضيف الاي دي بتاعي. اوكي هنا الزون نيم، اسم الزون هيتضاف يوز كاتيجوري از نيم. هنا ال 2 دي، هنا الزون نمبر او الزون ان او اللي هو زون نمبر. طبعا هنا الحاجات اللي هي بنضيفها اللي هي الكونتنت 1 2 3 4. ممكن نضيف الكلام ده كله او ممكن نعمله بلس او ماينس حسب الحاجه المتاحه عندنا. بعد كده ندوس على كلمه اوكي، تقدر تظهر لي كل الحاجات اللي احنا ضفناها في البروجكت، زي الاسم بتاعه، عندي الرقم بتاعه، الزون، الفلور فينش، الوول فينش، السيلينج فينش، والام اللي هي مساحه الفينش بالمتر المسطح، مساحه الفينش بالمتر المسطح. طبعا كل الكلام ده ممكن نعدله في الزون من طبعا كنترول تي، او نعدله عن طريق هنا السيتنجز الخاصه بالزون. ده كده كان درس الخاص بالزون. طبعا اتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط. لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار يشرفني تحت الكومنت في التعليقات. عايزين يا جماعه نطبق الزون على كل المشروع عندي بالشكل ده، وعايزين طبعا نشتغل على الفيرست فلور ونشتغل على الجراوند فلور ونشتغل على الروف ان شاء الله عشان نوصل للشكل ده بتاع المشروع. خلاص الموضوع يا جماعه سهل جدا وبسيط ومفيش فيه اي مشكله خالص ان شاء الله. مفيش اي مشكله في التصميم، مفيش اي مشكله في الحوايط، في الاسقف، في الاسكالات. كل الكلام ده الحمد لله احنا شرحناه ووضحناه بالتفصيل. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط النهارده.
ان شاء الله اشوفكم بقى في الدرس ال 12 من دروس الارشيكاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.